حقها فرحة كبيرة لكل الشعب المغربي والجماهير المغربية. كما تتابع يحضر معي رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع. هنيئا 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 لكرة القدم المغربية الإفريقية والعربية. شكرا، هنيئا لنا جميعا، هنيئا للشعب المغربي، وهنيئا للأمة العربية والأفريقية بهذا الانتصار التتويج العالمي. ولكن قبل هذا وذاك الكأس كنهديوها جميعا للرياضي الأول جلالة الملك نصره الله، اللي كنذكر دائما بأنه بفضل الرؤية الشاملة والاستراتيجية لجلالته منذ مناظرة الصخيرات التي رسم فيها جلالة الملك حفظه الله المعالم وخارطة الطريق لتطوير الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص منذ ذلك الوقت، والإنجازات تتوالى في مختلف المجالات ووفق مقاربة شمولية فيها التكوين بطبيعة الحال، فيها المنطلق الأساسي هي الأكاديمية نتاع محمد السادس اللي اليوم الحمد لله تتفرخنا سنة بعد سنة أبطال. بالأمس كانوا نجوما في قطر، واليوم فيهم مجموعة هنا من الأبطال هم أبطال العالم، ومازال إن شاء الله أكاديمية محمد السادس غادي تبقى هي المشتل لكرة القدم المغربية. تواصل هذه النظرة الشمولية بمجموعة من الإنجازات الأخرى سواء في التكوين وتكوين الأطر، واليوم إلا كنا كنحققوا الألقاب بأطر مغربية. السي محمد وهب بإطار مغربي اختار التكوين تاعو وتأقلم داخل المسالك الكروية المغربية، وهذا كيبين على أن النظرة نتاع جلالة الملك لتطوير الرياضة هي نظرة شمولية وشاملة. الله ينصر سيدنا، وهنيئا لجلالة الملك، الله ينصره وللشعب المغربي.